السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وولادي طلاب تالتة إعدادي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. معاكم البارون عمرو جمال مدرس الدراسات الاجتماعية. بإذن الله النهاردة فيديو في غاية الأهمية. طلب مني كتير في الكومنتس اللي على الفيديوهات، وأنا طبعا ما ينفعش أنتوا تطلبوا مني حاجة وأنا ما أحققهاش، رغم إن طلباتكم كترت بس أنا عينيا الاتنين ليكم. بص يا سيدي، النهاردة هنتعلم إزاي نحل مقالي، بس مش هنتعلم بس إزاي نحل مقالي، لأ، ده احنا هنحل اسئله مقالي كتير قوي على كل وحده، على الوحده الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. دي اول حاجه، يعني يعتبر كل الاسئله المقالي اللي مغطيه المنهج كله. رقم اتنين، مهم في ايه الفيديو ده؟ مهم ان انت حضرتك بقى امتحانك 75% منه مقالي، زي ما حصل الترم الاول زي ما هيحصل الترم الثاني، وعندك 25% بس هي الاسئله التكميليه. فانت كنت متعود ان الامتحان بيبقى فيه اسئله تكميليه كتير، والمقالي يا دوبك ثلاثه مثلا بما تفسر، ثلاثه من نتائج كده، يعني حاجات بسيطه. لكن العكس اللي بقى موجود. فانا ما ينفعش ادخل الامتحان وانا مش جاهز ومش عارف هحل الاسئله المقالي، ومش عارف اتعامل معاها ازاي، او ما سمعتش حلها قبل كده. فانا دلوقتي هحل لك كل الاسئله الموجوده مقالي في المنهج، عشان خاطر ما فيش سؤال يجي لك ما تبقاش انت سمعته قبل كده او ما سمعتش عنه قبل كده. استاذنك بقى تبقى واكل كويس ونايم كويس، وتفتح الفيديو وتقعد تذاكره كده ايه مره واحده. ويا ريت طلب يعني اخوي كده، تدعي لي ربنا يكرمني، وادعي كمان ربنا ينجحك وربنا يكرمنا احنا الاثنين سوا. من غير ما اطول عليك، يلا بينا نبدا في فيديو من اهم فيديوهات المراجعه اللي انت لازم تذاكره وتخرج منه وانت مرضي كده وراضي عن نفسك في المنهج. يلا بينا يا شباب نبدا مع اول سؤال. طبعا قبل ما ابدا ما هطلب منك طلب بس اخوي، يعني يا ريت ما تنسناش بالدعم باللايك والشير والاشتراك في القناه، عشان خاطر نقدر نكمل ونقدر نوصل لطلبه اكتر او لناس اكتر محتاجه اللي احنا بنقدمه او المحتوى اللي احنا بنقدمه، وننفع بيه ناس كتير قوي 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 زي ما انت اللي بتتفرج بتنتفع بيه. ف يعني ده رجاء اخوي كده ان انت يعني زق معايا كده وانا هزق معاك. اول سؤال، بس قبل ما نبدا باول سؤال يلا نختار اللون مع بعض، زي ما بتفائل انا بالحركه دي دايما. ازرق ولا احمر ولا ازرق احمر ازرق ازرق. اول سؤال مثلا، ما المقصود؟ ما المقصود هو طالب مني التعريف، ده سؤال مباشر مش محتاج اي حاجه غير ان انت تبقى حافظ التعريف بيقول لك ايه. فانا عندي هنا اربع تعريفات على الوحده الاولى. عندي زراعه كثيفه، راعي تجاري، راعي بدائي، ونشاط تعديني. الزراعه الكثيفه هي طبعا زراعه الارض اكثر من مره واحده خلال العام الواحد لاشباع حاجات السكان المحليين من الغذاء دون وجود فائض للتصدير. اما الراعي البدائي هو راعي بيمارسه سكان المناطق الصحراويه ويعتمد على الاساليب البدائيه. طب في راعي تجاري، هو راعي طبعا بيمارس في مناطق انتشار الحشائش ويستخدم فيه الاساليب العلميه الحديثه ويتخصص في حيوان واحد. اما النشاط التعديني هو استخراج المعادن ومصادر الطاقه من باطن الارض. طيب تعال نشوف بقى سؤال بما تفسر. بما تفسر يعني ليه؟ فدايما هنا انا بذكر له السبب على السؤال اللي هو طالبه. فانا دايما بشيل كلمه بما تفسر دي واحط قبل السؤال كلمه ليه، وابتدي اسال نفسي ليه. طبعا الاسئله اللي هقابلها دلوقتي كلها على الوحده الاولى، خلص الوحده الاولى هنخش على الوحده الثانيه نحل نفس شكل الاسئله، الوحده الثالثه نفس الكلام، الوحده الرابعه نفس الكلام. فاول سؤال هنا بيقول لي ليه النشاط الزراعي ليه اهميه كبيره في العالم. فاحنا لو فكرنا بكل بساطه ليه الزراعه مهمه؟ الزراعه طبعا بتوفر الغذاء، بتوفر كمان المواد الخام، وبيرتبط بيها تربيه الحيوان. فعندي حيوان بيتربى في الاراضي الزراعيه، مواد خام بتيجي منين؟ الاراضي الزراعيه، وكذلك الغذاء. تاني سؤال بيقول لي ليه تحتاج الزراعه الكثيفه الى ايدي عامله كتير؟ ليه الزراعه الكثيفه بتحتاج اكتر من ايد عامله؟ لان الزراعه الكثيفه دي بتتم على اكتر من مرحله، وابتدي اذكر له المراحل، بس انت لو كتبت لانها تتم على اكتر من مرحله اجابتك صح. طب عايز تزود الصح هتقول لي المراحل بقى، زي مثلا بذر الحبوب، تنقية الحشائش، الحصاد، الري، دي كلها مراحل بتتم فيها في الزراعه الكثيفه. طب ثالث سؤال بيقول لي ليه في صعوبه في استخدام الالات والميكنه الزراعيه، الميكنه اللي هي الماكينات يعني الزراعيه في مناطق الزراعه الكثيفه. ايه السبب اللي يمنع ان انا استخدم الات حديثه في الزراعه الكثيفه؟ بسبب صغر مساحه الاراضي
او ضيق مساحه الاراضي، بسبب ان الاراضي ضيقه فبيبقى صعب عليا ان انا استخدم الالات الكبيره والحديثه. هنا بيقول لي ليه قله التكاليف والعماله في الزراعه التجاريه والعلميه. ليه الزراعه التجاريه والعلميه بيقل فيها التكاليف؟ عشان خاطر حاجتين. اول حاجه لانها تعتمد على الاساليب العلميه الحديثه والالات والميكنه الحديثه. لما بستعمل اله حديثه ده بيقلل التكاليف. لما بستخدم اسلوب علمي في الزراعه ده بيقلل التكاليف. تعال اقول لك ليه. انا مثلا عندي زراعه بتعتمد مثلا على 1000 واحد. طيب ال 1000 واحد دول انا جبت مكنه تشتغل مكانهم. المكنه بشتريها مره واحده وابتدي اعمل لها صيانه على فترات، اما ال 1000 واحد دول بيقبضوا كل شهر. فانا بوفر المرتب بتاعهم اللي بيقبضوه كل شهر وبجيب مكانه آلة استخدمها في الزراعه التجاريه والعلميه، فده يوفر معايا الايه؟ التكاليف. طب السؤال اللي بعده، ليه يزرع قصب السكر في جميع قارات العالم ما عدا قاره اوروبا؟ بص، قاره اوروبا ما فيهاش جو حر وقصب السكر بيحتاج حر. فانا ممكن اجاوب السؤال ده بطريقتين. اول طريقه بسبب وقوع قاره اوروبا في المنطقه المعتدله البارده، وتاني طريقه ممكن اقول عدم توافر الظروف المناخيه المناسبه لزراعته. والافضل تعتمد تاني طريقه. اي محصول يقول لك بيتزرع هنا ليه وما بيتزرعش هنا ليه، هتغير الجمله. يعني بيتزرع هنا ليه؟ تقول له بسبب توافر الظروف المناخيه لزراعته. طب ما بيتزرعش هنا ليه؟ بسبب عدم توافر الظروف المناخيه لزراعته. السؤال السابع بيقول لي ليه تشتهر قاره اوروبا بانتاج السكر من البنجر؟ بسبب توافر الظروف المناخيه الملائمه لزراعته وعدم تمكنها من زراعه القصب. القصب. او ممكن اقول ان البنجر بيحتاج مناخ معتدل عادي مائل الى البروده. طب هنا بيقول لي ليه يعد القطن في مصر والسودان من اجود الانواع؟ القطن في مصر والسودان بيتميز بحاجه واحده بس، ان هو قطن طويل التيله. يبقى اقول له لان قطن مصر والسودان قطن طويل التيله. يعني ايه طويل التيله؟ والله ما اعرف. تقريبا الفتله بتاعته بتبقى طويله، تمام؟ بس هي معلومه مش هتفيدنا يعني بحاجه تفسيرها، لكن هيفيدنا حفظها ان هو قطن طويل الايه؟ التيله. طب السؤال اللي بعده، ليه تتركز زراعه الشاي في شرق اسيا خاصه الصين؟ نفس الجمله اللي غنيناها مع بعض، بس السؤال ده لازم تبقى حافظ ظروف زراعه الشاي. طب يا مستر لو مش حافظها، اكتب يا صديقي اللي انا قلت لك عليه، اللي هو ايه؟ بسبب توافر الظروف المناخيه لزراعته. ما تقعدش بقى تحنكش وتقعد تدور على حاجه تغلط نفسك بيها، لا. انا اديتك جمله ثابته اهي تقدر تستخدمها في اي حاجه. قلت لك ده ليه بيتزرع هنا؟ هتقول لي بسبب توافر الظروف المناخيه لزراعته. طب ليه ما بيتزرعش هنا؟ بسبب عدم توافر الظروف المناخيه لزراعته. صعبه دي؟ مش صعبه. طب انا عايز بقى ابقى راجل مجتهد وجامد وبتاع وانا حافظ الكلام ده، فهقول الظروف المناخيه للشاي زي هواء رطب، مناخ حار، تربه خصبه، امطار غزيره. دي الظروف المناخيه لزراعه الشاي. طب لو انا مش عارفها ما اكتبهاش، اكتب لي بس يا باشا سبب توافر الظروف المناخيه لزراعته. اتفقنا يا باشا؟ بالله عليك ما تعمل اكتر من كده. موضوع بسيط اهو، سؤال مقالي مش مقالي، انا هلتزم بالاجابه حتى لو مش كامله بس ابين ان انا فاهم. طب السؤال اللي بعده، يقوم الراعي التجاري على تربيه نوع واحد من الحيوانات في مزارع خاصه به. الراعي التجاري دايما هدفه التربح، فانا ليه بتخصص في نوع واحد من الحيوانات؟ بهدف الانتاج التجاري الضخم، لان انا عندي هدف ان انا انتج انتاج كبير قوي او كتير قوي من الحيوان ده عشان خاطر اكسب منه فلوس. فالاجابه هتبقى ليه انا بستخدم الراعي التجاري؟ بهدف الانتاج التجاري الايه؟ الضخم. السؤال اللي بعده بيقول لي ليه انخفاض اعداد العاملين بالراعي البدائي في بعض مناطق قاره اسيا؟ صلى على الحبيب بقى. بعض مناطق قاره اسيا وموضوع انخفاض العاملين بالراعي البدائي، انا عندي منطقتين. عندي شبه الجزيره العربيه وباديه الشام بيقل فيها عدد العاملين في الراعي البدائي بسبب تدفق البترول. بقى هنا في ايه؟ بترول، فمش هيشتغل في الراعي، هيبقى ايه؟ هيبقى طال عمره الدنيا جميله في فلوس. طيب الناحيه الثانيه وسط اسيا، القبائل بتاعت وسط اسيا انتشر ما بينهم التعليم، فاكيد لما يتعلم، وده مش تقليلا من حد والله ما اقصدش، بس اكيد لما يتعلم ويبقى مثلا مهندس دكتور مدرس بتاع، مش هيشتغل في الزراعه، هيشتغل بالوظيفه اللي هو اتعلم فيها وخد شهاده جامعيه خاصه بيها. فقل عدد العاملين في الراعي البدائي في وسط اسيا
ليه؟ بسبب انتشار التعليم والاتجاه للزراعه والصناعه. طب قل عدد العاملين في باديه الشام وشبه الجزيره العربيه بسبب تدفق البترول. السؤال اللي بعده، ليه اهميه الثروه الحيوانيه في العالم؟ ليه الحيوانات مهمه؟ وما اكثر الحيوانات في العالم. ليه الحيوانات مهمه؟ حيوان مهم يا صديقي لانه بيوفر حاجات كتير قوي. واحد، مصدر مهم للحوم، الغذاء يعني. اثنين، بيوفر مواد خام. ثلاثة، ساعات في بعض المناطق بيساعد في عمليات الزراعة، وفي بعض الناس بتستخدمه كوسيلة نقل. فالثروة الحيوانية أهم حاجة فيها هي مصدر مهم للغذاء والمواد الخام. اللي بعده، ليه تحتل الصين والهند واستراليا المراكز الأولى في تربية الأغنام؟ دايما الغنم أو الخرفان مرتبطة بوجود حاجة اسمها الحشائش، الأكل. فليه هم مراكز أولى في تربية الأغنام؟ لأن بيتوافر عندهم الحشائش. السؤال اللي بعده، ليه تعتبر استراليا أولى دول العالم في إنتاج الصوف؟ ده سؤال مشهور وسؤال محدد إجابته، لأن استراليا بتمتلك أغنام اسمها المارينو، والأغنام دي مشهورة بغزارة الصوف. طيب السؤال اللي بعده، ليه زيادة معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم الحمراء؟ عشان خاطر حاجتين. أول حاجة هي صحيحة، دي أنا متأكد منها، اللي هو بسبب زيادة عدد السكان فأصبح الاستهلاك أكتر. تاني حاجة دي بقى مش عارف هم جايبين المعلومة دي منين، أنا عن نفسي مش حاسسها، اللي هي ارتفاع مستوى المعيشة. فزاد الاستهلاك من اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء مش سلعة رخيصة، سلعة غالية، فبيقول لي بسبب ليه زاد الاستهلاك منها؟ ارتفاع مستوى المعيشة بجانب زيادة عدد السكان. السؤال اللي بعده بيقول لي ليه تنتشر مناطق صيد الأسماك على سواحل القارات؟ طب لأن سواحل القارات بتمتلك بعض العوامل الطبيعية اللي بتساعد على انتشار حرفة الصيد. زي ايه العوامل الطبيعية؟ واحد، ضحالة المياه وغناها بالمواد الغذائية، ان المياه تبقى ضحلة يعني عميقة شوية وتقيلة، وغناها بالمواد الغذائية مليانة أكل. اثنين، التقاء تيارات المياه الدافية بالمياه الباردة، يعني في ده التيار مياه سخنة وتيار مياه ايه؟ ساقعة قابلوا بعض، ده بيساعد على تقليب الأكل من تحت لفوق فبيتجمع عليه السمك فبنصطاده. طب رقم 3، توافر المواني لرسو السفن. يبقى 3 حاجات اهم: ضحالة المياه وغناها بالمواد الغذائية، 2 التقاء تيارات المياه الدافية مع الباردة، 3 ضحالة المياه لتوافر المواني الطبيعية. طب السؤال اللي بعده بيقول لي ليه تحتل الصين المركز الأول في إنتاج الأسماك في العالم؟ سؤال الأسماك ده عشان خاطر تريح نفسك منه ممكن نعمل له سكريبت إجابة زي ما عملنا سكريبت، يعني كلام ثابت، جملة ثابتة، زي ما عملنا كده في موضوع الزراعة، اللي هو ليه بيتزرع هنا وليه بيتزرعش هنا. ليه المكان ده فيه ثروة سمكية؟ لأن المكان بيمتلك سواحل طويلة على البحار أو المحيطات، لأن المكان فيه أنهار وبحيرات بالداخل بيستخدم أساليب حديثة. خليك فاكر الثلاثة دول. فليه الصين المركز الأول في الإنتاج؟ لأنها تمتلك سواحل طويلة، عندها أنهار وبحيرات، وبتستخدم أساليب حديثة. طب ليه اندونيسيا من اهم الدول في انتاج الاسماك؟ نفس الاجابه، تمتلك سواحل طويله، عندها انهار وبحيرات بالداخل، بتستخدم اساليب حديثه. فده كده جمله ثابته هنثبتها في اجابه اي سؤال خاص بانتاج الاسماك. طب السؤال اللي بعده بيقول لي ليه معدن النحاس مهم؟ احنا خلاص نسينا بقى متفسر، احنا بنقول ليه معدن النحاس مهم. ليه النحاس مهم؟ بسبب استخدامات النحاس في صناعه الاسلاك الكهربائيه، لان النحاس هو اشهر معدن بيتم استخدامه في تصنيع الاسلاك الكهربائيه. طب السؤال اللي بعده وسؤال مشهور بيقول لي ليه تصدير الدول الناميه؟ الدول الناميه بالمناسبه هي الدول اللي بتحاول ان تنمو، الدول المتوسطه اللي بتحاول ان هي تقف على رجلها، بتصدر خام البوكسيت للدول المتقدمه. ليه بيصدروا خام البوكسيت؟ لعدم امتلاك الدول الناميه مقومات صناعه البوكسيت. لو كتبت لحد هنا صح، بس ازاي حضرتك عبقري، لازم تبتدي تطلع البذره العبقريه اللي جواك. بالله عليك زي ما قلت لك لو مش حافظ من بعد كده اكتب الجمله دي بس هتاخد الدرجه كامله. طب ايه الجمله اللي بعد كده؟ احنا قلنا دلوقتي الدول الناميه بتصدر البوكسيت للدول المتقدمه بسبب عدم امتلاكها مقومات صناعه الالومنيوم اللي هو بيتعمل من خام البوكسيت. طب ايه هي مقومات صناعه الالومنيوم؟ وفره في الطاقه الكهربائيه، خبره فنيه وعلميه،
سوق محلي ودولي يستوعب الانتاج. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي يعتبر البترول اهم مصادر الطاقه في العالم، وده سؤال ثابت. ليه البترول اهم مصدر طاقه؟ لان البترول ترتبط به العلاقات السياسيه والثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه بين الدول، وبيمثل هو والغاز الطبيعي 55% من انتاج الطاقه في العالم. عشان كده البترول هو اهم مصدر طاقه. بيجي بعد كده يقول لي ليه الغاز الطبيعي مهم؟ مش معنى اتكلمنا على البترول اتكلم على ابن عمه. ليه الغاز الطبيعي مهم؟ لان الغاز الطبيعي ده مصدر طاقه سهل النقل والتخزين، نظيف، غير ملوث للبيئه، ويساهم بشكل كبير في انتاج الطاقه. طب بجانب ان هو استخداماته متعدده، بيستخدم في ايه الغاز الطبيعي؟ استخدامات المنزليه عندنا في البيت، في توليد الكهرباء، النور. بجانب كده بيستخدم في وسائل النقل، وبيستخدم كمان في الصناعه او في المصانع. طيب بيجي يقول لي بعد كده بما تفسر او ليه بتتطور الصناعه تطور مذهل في الدول المتقدمه. لان الدول المتقدمه يا شباب بتتبع الاساليب العلميه الحديثه وبتهتم بالتقدم التكنولوجي، عشان كده بنلاقي الصناعه متطوره في الدول المتقدمه بسبب اهتمامها بالبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والاخذ بالاساليب العلميه الحديثه. دي طبعا امور بتخلي الصناعه عندها متطوره. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ليه بتشتهر منطقه البحيرات العظمى صناعيا؟ لان منطقه البحيرات العظمى هي جزء من اكبر اقليم صناعي في العالم، اللي هو شمال شرق الولايات المتحده، فبتنتشر فيها العديد من الصناعات المتقدمه والمتطوره. طيب السؤال اللي بعده هو ما النتائج؟ والنتيجه هنا يعني ايه اللي حصل بعد او لما؟ ايه اللي حصل بعد او ايه اللي حصل لما؟ ايه اللي حصل بعد ما صغرت مساحات الحقول الزراعيه في الزراعه الكثيفه؟ ساعات كتير بيبقى ما النتائج عكس بما تفسر، وساعات بيبقى شبهه، لكن في معظم الاحيان بيبقى عكس بما تفسر. السؤال ده قابلنا بما تفسر. فهنا بيقول لي صغر مساحه الحقول الزراعيه في نطاق الزراعه الكثيفه، طبعا صعوبه استخدام الالات والميكنه الزراعيه. السؤال الثاني اللي حصل لما تم استخدام الالات الزراعيه والطرق العلميه الحديثه في التجاريه والعلميه. لما استخدمنا الالات والطرق في الزراعه التجاريه والعلميه قطعنا عيش الناس، معروف، اللي هو قله الايدي العامله وقله التكاليف. طب ايه اللي حصل بعد ما انتشر التعليم فين بقى؟ قبائل ودول وسط اسيا. قبائل ودول وسط اسيا. هو حاطط لك هنا تنويه بالنسبه لحرفه الراعي، بس حتى لو ما جابش التنويه هنعتبر ان هو مش موجود. انتشر التعليم بين قبائل ودول وسط اسيا، فهقول له ايه؟ قله العاملين في الراعي البدائي. في الراعي الايه؟ البدائي. طب هنا بيقول لي ايه اللي حصل بعد انتشار المناخ الاستوائي والمداري في قاره اسيا بالنسبه للانتاج الزراعي. لما انتشر مناخ زي المناخ الاستوائي والمناخ المداري جوه قاره اسيا، اثر على ايه في الانتاج الزراعي؟ اصبحت قاره اسيا من اهم الدول على مستوى العالم في انتاج المحاصيل الاستوائيه والمداريه. طب زي ايه يا مستر؟ زي مثلا الشاي، المطاط، القصب. كل ما دي محاصيل استوائيه ومحاصيل مداريه. القطن، زي نسينا القطن. طيب بعد كده بيقول لي ايه اللي حصل لما او ايه اللي حصل بعد ما بقاش فيه، اللي هي عدم توافر الطاقه الكهربائيه والخبره الفنيه في الدول المنتجه للبوكسيت. طبعا لما بقاش عندها المقومات بتاعه صناعه البوكسيت، تم تصدير البوكسيت خام للدول المتقدمه. بيتم تصدير البوكسيت خام للدول الايه؟ المتقدمه اللي تقدر تصنع الالومنيوم. بعد كده بيقول لي زياده الطلب على البترول في الوقت الحالي، لان البترول اهم مصدر طاقه، ولان بتعتمد عليه الصناعه بشكل اساسي، وترتبط به العلاقات بين الدول. طب هنا بيقول لي ايه النتيجه على او ايه اللي حصل لما حصلت وحده اقتصاديه اوروبيه. كنا في الفيديو بتاع المحافظات اللي انا سايبه لكم قايلين الوحده الاقتصاديه الاوروبيه، ده سؤال مهم وبيتكرر كتير. طب ايه النتيجه عليها؟ طبعا حدوث التكامل بين الدول الاوروبيه وحمايه الدول الاوروبيه جمركيا عن طريق الاتحاد الاوروبي. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي دلل جغرافيا على صحه كل عباره من العبارات الاتيه. دلل يعني اثبت.
فانا لازم اجيب دليل. بعض الاسئله الصغنونه قوي اللي ما بيبقاش فيه دليل متاح ان انا اجيبه، بتبقى شبه بما تفسر، لكن في الاغلب بيبقى فيه دليل. طب تعالى نثبت مع بعض. بيقول لي ترتبط بعض الصناعات بالانتاج الزراعي. طبعا الكلام ده حقيقي. هقول له ايه بقى؟ حيث مثلا تقوم صناعه مثلا المنسوجات اعتمادا على مواد زراعيه مثل القطن، الكتان. مثلا تعتمد بعض الصناعات الغذائيه على المنتجات الزراعيه. بس هنا بحط دليل بيثبت كلامي. طيب او هقول له توفر الانتاج الزراعي او يوفر الانتاج الزراعي المواد الخام للعديد من الصناعات، فهقول له بيوفر القطن مثلا للمنسوجات، هو بيوفر مثلا المواد الخام، بيوفر مثلا الحبوب للغذاء، فلازم اربط ده بده واحط دليل. طب هنا بيقول لي ساعدت بعض العوامل البشريه على تطور حرفه الصيد في العالم. ايه الدليل على ان في عوامل بشريه ساعدت على تطور حرفه الصيد؟ طب الدليل هنا واضح، اللي هو ايه؟ استخدام مراكب حديثه واساليب صيد حديثه اخترعها الانسان، كمان ثلاجات حديثه اخترعها الانسان. فدي حاجات كلها اخترعها الانسان ساهمت في تطور حرفه الصيد. السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت يسبق عمليه التعدين العديد من العمليات المهمه. قبل ما بيحصل تعدين فعلا بيحصل عمليات. طب زي ايه العمليات؟ ايه دليلك؟ هقول له بيتم مثلا انشاء مساكن للعاملين. طب غير المساكن بيتم مد خطوط سكك حديديه. طب غير مد خطوط سكك حديديه بيتم الكشف والبحث عن المعادن. بعرف انهي مكان في المعدن المعين وابتدي اعمل مساكن للعاملين جنب المكان اللي هخرج منه وامد خطوط سكك حديديه لنقل الانتاج. بيقول لي بعد كده دلل للفحم اهميه كبيره من اواخر القرن ال 18 حتى الوقت الحالي. ليه؟ لان الفحم هو اللي تم الاعتماد عليه في الثوره الصناعيه في اوروبا. فكان عماد الثوره الصناعيه، فاكرين موضوع عماد؟ فكان عماد الثوره الصناعيه في اوروبا حتى بدايه القرن العشرين. فبيتم الاعتماد على الفحم اعتماد واسع في الثوره الصناعيه الاوروبيه. طب بيقول لي توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقه. طب ايه دليلك على الكلام ده؟ هقول له حيث تم استخدامه، واللي سالنا من شويه، تم استخدام الغاز في ايه؟ وسائل النقل، استخدامات المنزليه، انتاج الكهرباء، والصناعه بشكل واسع. طب هنا بيقول لي ايه الدليل على تفوق قاره اوروبا في انتاج العديد من مصادر الطاقه؟ هقول له طبعا حيث تحتل قاره اوروبا المركز رقم كام في الفحم؟ المركز الثاني في انتاج الفحم. عندي اسيا ثم اوروبا، ده مصدر طاقه. تحتل ايضا قاره اوروبا المركز الاول في انتاج الطاقه النوويه، وكذلك في انتاج الغاز الطبيعي. طيب تعد الصناعه الحديثه مقياس رئيسيا لتطور الشعوب وازدهارها. الدليل على كده ايه؟ ان تنتشر الصناعه الحديثه المتطوره في الدول المتقدمه بينما تنتشر الصناعه الناميه في الدول الناميه. فتتركز صناعات زي صناعه الطائرات وسفن الفضاء في الدول المتقدمه فقط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ماذا يحدث اذا؟ يعني ايه ماذا يحدث اذا؟ ايه اللي هيحصل لو؟ ايه اللي هيحصل ايه لو تحولت مصر من نظام الزراعه الكثيفه للزراعه العلميه والتجاريه؟ يا نهار ابيض، ايه يا جماله! هيحصل ايه؟ هيحصل اكتفاء ذاتي من المحاصيل. مصر هيبقى عندها وفره في الانتاج، بجانب ان هيتم تصدير محاصيل زراعيه كتير من مصر. فهنحقق اكتفاء ذاتي من الغذاء بتاعنا، هيبقى عندنا وفره كبيره في الانتاج بجانب ان احنا هنصدر محاصيل كتير. طب اتبعت مصر الاساليب العلميه الحديثه في صيد الاسماك، نفس الكلام. هنوفر او هنحقق اكتفاء ذاتي، هنساهم كمان في زياده الدخل القومي عن طريق بيع العديد من الاسماك. طب ايه اللي هيحصل لو الدول الناميه المنتجه للحديد صنعته بدل من تصديره خام؟ طبعا هتستفاد او هيحقق استفاده اكبر للدول الناميه، ستصبح من الدول المتقدمه لانها هتمتلك اموال تطور بيها التكنولوجيا اللي بتصنع بيها الحديد. ايه اللي هيحصل لو توفرت الطاقه الكهربائيه والخبره الفنيه في الدول المنتجه للبوكسيت؟ لو عندها مقومات الصناعه يبقى لن تصدر البوكسيت خام وستقوم بصناعه الالومنيوم.
دايما او في الاغلب ماذا يحدث بيبقى عكس ما النتائج. بيقول لي ايه اللي هيحصل لو اتجهت معظم الدول نحو الاعتماد على المصادر المتجدده للطاقه؟ هيحصل ايه؟ هيتم الحفاظ على البيئه، اللي هو المصادر المتجدده دي ما بتلوثش البيئه، فهيتم الحفاظ على ايه؟ البيئه. طب ايه اللي هيحصل لو اخذت الدول الناميه بالاساليب العلميه في الصناعه؟ ستصبح من الدول المتقدمه وستتطور عندها الصناعه تطور مذهل. طب السؤال اللي بعد كده اللي هو ما العلاقه؟ دايما ما العلاقه يعني لازم اوجد الرابط اللي ما بين الاثنين. الحل دايما بيبقى في الرابط. فبيقول لي ايه العلاقه بين الزراعه الكثيفه وتركز السكان؟ ايه اللي يربط الاثنين من بعض؟ الزراعه الكثيفه وتركز السكان. يتركز العديد من السكان في مناطق الزراعه الكثيفه، فتقوم الدول باتباع الزراعه الكثيفه لتلبيه حاجات السكان من الغذاء. فالاثنين مربوطين ببعض. لو مكان فيه سكان كتير هيبقى فيه زراعه كثيفه عشان خاطر يحاولوا يكفوا حاجات السكان من الغذاء. بيقول لي موقع كل من البرازيل وفرنسا ومصدر انتاج السكر بهما. البرازيل موجوده في منطقه مداريه حاره عادي، فبتقدر تنتج القصب اللي بتعمل منه السكر. اما فرنسا موجوده في منطقه معتدله بارده، فبتنتج البنجر اللي بتنتج منه السكر. طب السيارات والمحاصيل ذات الطبيعه الخاصه. محاصيل ذات الطبيعه الخاصه منهم محصول اللي هو المطاط، فبيتم الاعتماد على المطاط من المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه في انتاج اطارات السيارات او كاوتشات العربيات. طب بعد كده بيقول لي تدفق البترول وحرفه الراعي البدائي في شبه الجزيره العربيه. السؤال ده اتكلمنا عنه من شويه. هقول له قل عدد العاملين في الراعي البدائي في شبه الجزيره العربيه نتيجه لتدفق البترول. السؤال اللي بعد كده ما العلاقه بين التطور التكنولوجي وانتاج الاسماك؟ يساهم التطور التكنولوجي في زياده انتاج الاسماك. طب بيساهم ازاي؟ عن طريق اختراع مراكب صيد حديثه، ثلاجات حديثه، واساليب صيد حديثه. السؤال اللي بعده بيقول لي البوكسيت والالومنيوم. فطبعا البوكسيت هو الماده الخام لصناعه الالومنيوم. الغاز الطبيعي والكهرباء. يتم انتاج الكهرباء عن طريق استخدام او حرق الغاز الطبيعي، وتعرف باسم الكهرباء الحراريه. السؤال اللي بعده الرياح والكهرباء. يتم انتاج الكهرباء من الرياح، وتنتج عديد من الدول العربيه كمان الموضوع ده، اولهم مصر وتليها المغرب. السؤال اللي بعد كده هو قارن بين. لما باجي اقارن هعلمك طريقه يا ريت يا ريت يا ريت تلتزم بيها عشان خاطر تقارن. لازم تبقى عارف الاول وجه المقارنه، هتقارن ما بين ايه وايه، تمام؟ من حيث ايه الحاجات اللي انت هتذكرها في المقارنه. فركز معايا كده وصلي على النبي ويلا بينا نشتغلها سوا. بالنسبه لسؤال قارن بقى بيقول لي الزراعه البدائيه والزراعه الكثيفه. يا عم ماشي، دول اللي انا هقارن ما بينهم. من حيث ايه؟ من حيث ايه؟ هقارن بايه؟ بيقول لي اماكن انتشارها، خصائصها، اهم محاصيلها. يعني موجوده فين؟ تمام؟ طبعا الزراعه البدائيه على هوامش الغابات الاستوائيه ومناطق حشائش السافانا، اما الزراعه الكثيفه في المناطق الحاره والمناطق المداريه. طب خصائصها الزراعه البدائيه، فاكرين لما اتكلمنا في فيديو الشرح؟ ايدي عامله بسيطه، اما قلنا زراعه بدائيه او بسيطه، ايدي عامله بسيطه، مساحات بسيطه، انتاج بسيط، ادوات بسيطه. اما الزراعه الكثيفه بتحتاج ايدي عامله كتيره لانها تتم على اكتر من مرحله، وضيق مساحه الاراضي الزراعيه فبيصعب فيها استخدام الميكنه. بالنسبه لي المحاصيل ذره، كثافه، موز واليام. ذره واليام والكثافه والموز. اما فين هي؟ الزراعه الكثيفه عندي الارز والقطن والذره. طيب عندي بعد كده القطن والمطاط من حيث الاهميه واهم الدول. اهميه القطن تعمل منه المنسوجات والملابس والزيوت والاعلاف. اهميه المطاط اطارات السيارات. طب اهم الدول في القطن عندي اولى قارات اسيا، واهم الدول الصين والهند. اما اهم الدول في المطاط هي تايلاند. طيب قصب السكر والشاي من حيث ظروف الملائمه للزراعه وللدول المنتجه. قصب السكر مناخ حار وامطار وجو مشمس طوال العام، بينما الشاي
مناخ حار، هواء رطب، امطار غزيره، وتربه خصبه. اولى الدول المنتجه للقصب البرازيل، بينما اولى الدول المنتجه للشاي الصين. الراعي البدائي اللي هو التقليدي والراعي التجاري من حيث مناطق الانتشار. الراعي البدائي شمال افريقيا في الصحراء الكبرى، شبه الجزيره العربيه وبدايه الشام، وسط اسيا، وشمال اسيا اوروبا اللي هو في صحراء التندره البارده. اما الراعي التجاري في مناطق توافر الحشائش زي امريكا الجنوبيه وزي استراليا. طب الدواجن والاسماك من الاهميه واولى الدول المنتجه. الدواجن هي مصدر بديل للحوم الحمراء او مصدر بروتين، كذلك الاسماك بتعوض العجز من الغذاء. اولى الدول في الدواجن هي الولايات المتحده والاسماك هي الصين. الحديد، النحاس، الاهميه اولى الدول. الحديد مصدر اساسي للسيارات والالات، بينما النحاس الاسلاك الكهربائيه. اولى الدول في الحديد هي الصين، اولى الدول في النحاس هي شيلي. صناعه الالومنيوم وصناعه اسلاك الكهرباء من حيث الماده الخام الومنيوم بوكسيت، اسلاك الكهرباء نحاس. اولى الدول المنتجه للماده الخام الالومنيوم، الماده الخام بتاعته بوكسيت، اولى الدول في البوكسيت استراليا، بينما اسلاك الكهرباء الماده الخام نحاس، واولى الدول هي شيلي. الفحم والبترول من حيث الاهميه. قلنا الفحم هو عماد الثوره الصناعيه في اوروبا حتى القرن العشرين او من القرن 18 للعشرين، ومصدر طاقه كانت بتعتمد عليه الصناعه. البترول دلوقتي اهم مصدر طاقه وترتبط به العلاقات السياسيه والاقتصاديه بين الدول. الغاز الطبيعي، البترول من حيث اولى دول العالم في الانتاج. اولى دول العالم في انتاج الغاز الطبيعي هي الولايات المتحده، والبترول هي السعوديه. ده كده كانت مجموعه اسئله مقاليه موجوده على الوحده الاولى. تعالى يا صديقي نشتغل شويه اسئله مقاليه على الوحده الثانيه. طبعا بقى احنا عارفين ان الوحده الثانيه بتتكون من 5 دول. هنحل الاسئله المقاليه اللي موجوده على الوحده الثانيه او على ال5 دول، وهناخدهم دوله دوله كده. ونبدا بالهند. وجعت لي دماغي الهند. بما تفسر تنوع الانشطه الاقتصاديه في الهند. هعتبر نفسي ما شفتش كلمه الهند وشفت كلمه تنوع الانشطه الاقتصاديه. اي مكان في الدنيا بتنوع فيه انشطه اقتصاديه بيكون بسبب تنوع او تعدد الموارد الطبيعيه. لو انا يا باشا عندي موارد طبيعيه متنوعه هيبقى عندي انشطه اقتصاديه متنوعه. لو انا عندي بقى زراعه ومواد خام ومصادر طاقه حكايات كده هلاقي عندي انشطه اقتصاديه كتير متنوعه موجوده في المكان. طب بيقول لي هنا توجد بالهند ثروه حيوانيه ضخمه. اتفقنا برضو ان وجود الحيوان مرتبط بتوافر الايه؟ الحشائش. يبقى بسبب توافر الحشائش في الهند، عشان كده عندهم حشائش. احنا اتفقنا ان بما تفسر يعني ايه؟ يعني ليه؟ انا دايما عمال اجيب السبب، عمال اجيب الايه؟ السبب. القيمه الاقتصاديه المحدوده للابقار في الهند. ليه الابقار في الهند القيمه الاقتصاديه بتاعتها محدوده؟ لان يا صديقي الديانه الهندوسيه تحرم ذبح الابقار، لانهم بالبلدي كده بيعبدوا البقره. يعني انت لو نزلت يا من الطياره في الهند هتلاقي الناس كلها عماله تسجد لك. فهم هناك بيعبدوا البقره، او الديانه الهندوسيه بتحرم ذبح الايه؟ الابقار، فممنوع البقر يتذبح، فبالتالي القيمه الاقتصاديه بتاعته ملهاش قيمه. عندهم اعداد كبيره من الابقار ولكن ملهاش قيمه. طب السؤال اللي بعده، تعد الهند، ليه الهند من الدول الرئيسيه المنتجه للاسماك؟ مش هنحرق تاني في الموضوع ده. قلت اي دوله بتنتج ليه اسماك بسبب طول السواحل على محيط او بحر. الهند مثلا على خليج البنغال وعلى البحر العربي، والاثنين بالمناسبه في المحيط الهندي عشان ما تتلخبطش، وانهار وبحيرات موجوده في الداخل. تفوق الهند في صناعه الحديد والصلب. طب ليه الهند متفوقه في صناعه الحديد والصلب؟ بسبب توافر الفحم، او ممكن تقول لانها من اهم دول العالم في انتاج الفحم، هي رقم 3 على مستوى العالم، ويتم الاعتماد على الفحم في صناعه الحديد والصلب. طب لجوء الهند للطاقه النوويه والكهربائيه. ليه الهند لجأت لانتاج الطاقه النوويه والكهربائيه؟ بسبب افتقار الهند للبترول. لان الهند ما عندهاش ايه يا صديقي؟ ما عندهاش بترول، فلجأت كبديل للطاقه النوويه والكهربائيه. يجي يقول لي شهدت الهند
قفزات سريعه في تطور الصناعه، لان الهند كان عندها مشكله سكانيه هم حاولت تحلها. لو فاكرين احنا في الشرح اتكلمنا قلنا اهتمت الهند بالبحث العلمي والتعليم مما ادى لتطوير الزراعه والصناعه. يبقى بسبب اهتمام الهند بالبحث العلمي والتعليم. طب تعال نشوف اسئله ما النتائج. ايه اللي حصل لما او ايه اللي حصل بعد؟ الاهتمام بالتعليم وتطوير البحث العلمي لسه بنتكلم عنها اهو، ده ادى لايه؟ لتطوير الزراعه والصناعه وحل المشكله السكانيه. طب النتيجه على اشراف الهند على مسطحات مائيه بجبهات ساحليه طويله، امتلكت الهند ثروه سمكيه كبيره، اصبح الهند عندها اسماك كتير. طب ايه اللي حصل لما افتقرت الهند لمصادر الطاقه وخاصه البترول؟ توسعت الهند في انتاج الطاقه النوويه والطاقه الكهربائيه. طيب سؤال دلل يعني اثبت تنوع النبات الطبيعي في الهند. ايه الدليل؟ بتنتشر يا صديقي في جنوب الهند الغابات الموسميه، بينما في وسط الهند وشمال الهند حشائش السافانا. فالهند فيها في الجنوب غابات وفي الوسط والشمال حشائش. طيب واجهت الهند المشكله السكانيه بسياسات تنمويه مختلفه. هي ازاي واجهت السياسه؟ واجهت المشكله السكانيه لما قامت بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي مما ادى لتطوير الزراعه والصناعه وحل المشكله السكانيه. بيقول لي تتنوع العلاقات الاقتصاديه بين مصر والهند. في علاقات اقتصاديه كتير ما بين مصر والهند. هتقول له هنا حيث تستورد مصر من الهند الحبوب الزيتيه، السمسم، التوابل، الشاي، وغزل القطن، وتصدر مصر الى الهند الاسمده الخام والاسمده المصنعه والقطن العادي والجلود. ده سؤال دلل. ونخش على جمهوريه البرازيل. البرازيل صوب لا اكتب مش لا. بما تفسر اللي هو ليه بيتركز السكان في البرازيل في الساحل الجنوبي الشرقي؟ السكان بيتركزوا في الجنوب الشرق بسبب وجود المدن الكبرى مثل ريو دي جانيرو وساو باولو. طيب ليه انشاء البرازيل مدن جديده مثل برازيليا وميناوس؟ البرازيل انشأت المدن الجديده لاعاده توزيع السكان الى الداخل، عشان تعيد توزيع السكان الى الداخل. بيقول لي الرعي حرفه مهمه في الاقتصاد البرازيلي بسبب امتلاك البرازيل مساحات كبيره من الحشائش وثروه حيوانيه كبيره بتدخل في التجاره الدوليه. فعشان كده بيهتم البرازيليين بالرعي لانه بيساهم في التجاره الدوليه، فبالتالي بيساعد على نمو الاقتصاد. تعد البرازيل من الدول المنتجه للاسماك. يا دي النيله على السؤال، تعبت. سؤال اتكرر كتير قوي ونفس السكريبت بتاع الاجابه اللي هو بسبب امتلاكها سواحل طويله. طب ايه تاني غير السواحل الطويله؟ انهار وبحيرات بالداخل. طب نيجي لما النتائج. الموقع الفلكي للبرازيل. ايه النتيجه على الموقع الفلكي بتاع البرازيل؟ طبعا ادى لوقوع معظم مساحه البرازيل في المنطقه المداريه الحاره، بينما كمان الاجزاء الشماليه في البرازيل في المنطقه الاستوائيه. فوقعت معظم مساحه البرازيل في المنطقه المداريه الحاره. طب ايه النتيجه على امتلاك البرازيل ثروه حيوانيه كبيره؟ زياده اهميه الرعي ودخول الثروه الحيوانيه دي في التجاره الدوليه او مساهمتها في التجاره الدوليه. هنا بيقول لي دلل يتنوع النبات الطبيعي في البرازيل. طبيعي هيتنوع. عندي في البرازيل في غابات استوائيه عند حوض الامازون، وفي كمان حشائش جنوب الغابات وشمال الغابات. طب سكان البرازيل خليط من معظم الاجناس. دي حقيقه برضه، لان عندي الهنود الحمر اللي هم السكان الاصليين، وعندي الاوروبيين المهاجرين والافارقه المهاجرين. فالهنود الحمر السكان الاصليين، الاوروبيين المهاجرين، والافارقه اللي جم في الهجره الاجباريه. شهدت البرازيل تطور كبير في الصناعه. دي حقيقه، حيث اخذت البرازيل بالبحث العلمي او تطوير البحث العلمي فقدرت تطور الصناعه وبقت من اهم الدول في صناعه الطائرات والسيارات. 4 بقى وجود علاقات اقتصاديه بين مصر والبرازيل. في علاقات اقتصاديه بين مصر والبرازيل. بنديهم ايه وبناخد منهم ايه؟ بندي البرازيل قطن، بندي البرازيل كمان اسمده، بندي البرازيل مواد غذائيه، وبناخد من البرازيل
بن، بناخد منهم لحوم، بناخد منهم معادن خاصة الحديد، بناخد منهم سكر كده يعني. طيب بالنسبة لجمهورية نيجيريا، نيجيريا فين احنا؟ اهي. بيقول لي اول حاجة بما تفسر ليه ارتفاع الكثافة السكانية في هضبة جوسب في نيجيريا. ليه بترتفع الكثافة السكانية هنا؟ بسبب انتشار حرفة التعدين. طب ايه يا صديقي المعدن اللي بيخرج من هضبة جوس؟ بيخرج من هنا القصدير. قلة عدد سكان نيجيريا في دلتا نهر النيجر. الدلتا طبعا مناخ استوائي، فاقول له بسبب الظروف المناخيه الصعبه وانتشار الغابات والمستنقعات والامراض والاوبئه والكلام الحلو اللي قلبك يحبه ده. طب هنا بيقول لي وجود ثروه كبيره من الابقار والاغنام والماعز في نيجيريا. هنا الحيوانات دايما مرتبطه بوجود الايه؟ الحشائش، فاقول له بسبب توافر الحشائش. يعتبر اقتصاد نيجيريا اقتصاد نامي. قلنا الاقتصاد النامي دايما يعتمد على ايه؟ على الزراعه، فلانه اقتصاد يعتمد على الزراعه. اما لو اقتصاد متطور ومتقدم بيبقى بيعتمد على الصناعه. تنتج نيجيريا كميات كبيره من الاسماك. طيب بسبب طول سواحلها ووجود الانهار والبحيرات فين؟ في الداخل. ما النتائج المترتبه على ايه اللي حصل بعد؟ كثافه الغابات وقسوه المناخ في دلتا نهر النيجر. ده ادى لايه؟ ادى للسؤال المحترم اللي قلناه هنا، وهو قله عدد السكان في الدلتا. وجود حشائش السافانا في نيجيريا، ده ادى لايه؟ للسؤال المحترم ده برضو، اللي هو وجود ثروه كبيره من الابقار والاغنام والماعز. طب تمتع نيجيريا بساحل طويل على خليج غينيا، ده ادى لايه؟ لوجود كميات كبيره من الاسماك في نيجيريا. طيب سؤال دلل او اثبت يسود المناخ الحار في نيجيريا. حلو، هثبت ازاي؟ هقول له المناخ عامل ازاي في نيجيريا. فيوجد او معظم مساحه نيجيريا مناخ مداري، بينما الاجزاء الجنوبيه مناخ استوائي. تنوع النبات الطبيعي في نيجيريا، بيتنوع النبات الطبيعي اللي موجود في نيجيريا ازاي يا عمنا؟ هقول له لان في الجنوب غابات استوائيه ومداريه، وفي الشمال او في الوسط حشائش السافانا. طب اختلاف توزيع السكان في نيجيريا، هقول له السكان بتتركز فين وتقل فين. فالسكان بتتركز في الغرب، هضبة جوس السهول الشماليه. غرب هضبة جوس سهول شماليه. السكان تقل فين؟ في دلتا نهر النيجر. طب بيقول لي وفرة الثروات المعدنيه ومصادر الطاقه في نيجيريا. نيجيريا بتخرج كميات من القصدير من هضبة جوس، كمان نيجيريا عندها حديد. ومصادر الطاقه نيجيريا عندها بترول في المنطقه القريبه من الساحل الجنوبي الشرقي، وعندها فحم من المنطقه الشرقيه. طيب في علاقات اقتصاديه بين مصر ونيجيريا. هنقول له بنديهم ايه وبناخد منهم ايه. مصر بتدي نيجيريا حاجات كتير قوي. بتدي نيجيريا مثلا انا نسيتهم ولا ايه؟ لا المواسير، الالومنيوم، الالات، الاسمده، الخام المصنعه. بندي نيجيريا كمان الحبوب الغذائيه زي القمح. اما بناخد من نيجيريا الحبوب الزيتيه فقط. طب بيقول لي ما العلاقه بين مناخ نيجيريا وانتاجها الحيواني؟ مناخ نيجيريا طبعا ادى لوجود حشائش، اللي هو المناخ الاستوائي والمداري، والحشائش بيعتمد عليها تربيه الانتاج الحيواني. العلاقه بين المناخ الاستوائي والاخشاب في نيجيريا، المناخ الاستوائي ادى لسقوط الامطار بكثره، فاصبح تلت مساحه نيجيريا غابات، فبالتالي انتشرت هناك حرفه قطع الاشجار. طب ده بالنسبه لنيجيريا. نيجي بقى لألمانيا من اول بما تفسر. بيقول لي جذب المرتفعات الوسطى للسياح في المانيا. ليه بتجذب السياح؟ لان فيها ينابيع مائيه وفيها الغابات الصنوبريه او المخروطيه والغابات النفضيه. طب انكماش مساحه الحشائش بالنسبه للساحل الساحلي في المانيا بسبب احلال محلها الزراعه، لان كانوا بيشيلوا مساحات من الحشائش ويحلوا محلها زراعه. بيقول لي تطور الصناعه الالمانيه بعد الحرب العالميه الثانيه، لانها اخذت بالاساليب المتقدمه فتطورت الصناعه واصبحت هي الاساس للاقتصاد الالماني. تعد مدينه ميونخ احد اهم المدن بدوله المانيا، لان مدينه ميونخ يا جماعه فيها مركز او مقر العديد من الشركات العالميه. ما النتائج؟ كثره التلال والينابيع المائيه بالمرتفعات الوسطى. نفس السؤال اهو. اصبحت منطقه للجذب السياحي. بيقول لي النتيجه على وقوع المانيا في نطاق مناخ
غرب اوروبا. ده ادى لسقوط الامطار في الشتاء عامه ولكن طوال العام، وادى كمان لنمو الغابات المخروطيه والغابات النفطيه. استخدام المانيا التكنولوجيا والاساليب العلميه الحديثه في الانشطه الاقتصاديه اصبحت من الدول المتقدمه والمتطوره صناعيا ومن اهم الدول الصناعيه في العالم، وبتحتل مساحه كبيره من انتاج العديد من المنتجات. بيقول لي هنا دلل او اثبت يربط مصر بالمانيا علاقات ثقافيه وعلميه. ثقافيه وعلميه ليه؟ لان عندنا في مصر المعهد الثقافي او المركز الثقافي الالماني، عندنا الجامعه الالمانيه. المانيا كمان قامت بتمويل مشروع علمي لتوليد الكهرباء من الرياح جوه مصر، وفي مركز الاثار الالمانيه. يتركز بالسهل الالماني الشمالي احد ركائز الاقتصاد بدوله المانيا. طب السهل الالماني الشمالي ده فيه ايه؟ فيه طبعا العديد من الانهار، وتقوم فيه الزراعه اللي بيعمل فيها 3% من القوى العامله وتعتمد على التكنولوجيا الحديثه. اخر دوله معايا وهي الولايات المتحده، وعندي بما تفسر تنوع المناخ في الولايات المتحده الامريكيه بسبب طبعا اتساع مساحتها وتنوع تضاريسها. يعني ايه؟ يعني الولايات المتحده الامريكيه مساحتها واسعه، فبالتالي بتشغل اكتر من دايره عرض، فده هيؤدي لتنوع المناخ بجانب تنوع التضاريس ما بين بقى جبال وهضاب ومرتفعات وسهول وكده. تنوع النبات الطبيعي بالولايات المتحده الامريكيه بسبب تنوع المناخ وتنوع الامطار. اكيد اختلاف كميه المطر وتنوع المناخ يؤدي لتنوع النبات الطبيعي. يتركز 50% من سكان الولايات في اقليم نيو انجلاند بسبب وجود المراكز الصناعيه المهمه والمدن الكبرى زي نيويورك وواشنطن. بيقول لي ارتفاع الكثافه السكانيه في كثير من المناطق الغربيه بالولايات المتحده بسبب وجود العديد من المدن الكبرى زي سان فرانسيسكو ولوس انجلوس. بيقول لي قله عدد السكان بنطاق المرتفعات والاحواض الغربيه في الولايات المتحده الامريكيه بسبب الظروف المناخيه الصعبه ووعوره السطح او صعوبه السطح، لان منطقه الاحواض والمرتفعات الغربيه دي فيها الجبال. قله عدد السكان في ولايه الاسكا بالولايات المتحده بسبب شده بروده الجو، فالاسكا ما فيهاش سكان لان الجو بارد. ضخامه وتنوع الانتاج الزراعي في الولايات المتحده الامريكيه بسبب المساحات الكبيره للاراضي الزراعيه والاعتماد على الزراعه الحديثه او الزراعه التجاريه والعلميه. وجود ثروه سمكيه كبيره بالولايات المتحده بسبب السواحل الطويله. وايه كمان يا عم عمرو؟ انهار وبحيرات بالداخل. طب تعد الولايات المتحده الامريكيه القوه الاقتصاديه الاولى في العالم لانها بتساهم بنسبه كبيره في العديد من الصناعات، فتعتبر اولى الدول في صناعه الطائرات، سفن الفضاء، الاقمار الصناعيه، بجانب ثلث الصناعات الالكترونيه في العالم. بيقول لي ما النتائج المترتبه على ايه اللي حصل بعد اتساع مساحه الولايات المتحده وتنوع تضاريسها؟ اجابه اول سؤال بما تفسر اللي هو تنوع المناخ في الولايات المتحده. وفره الموارد الطبيعيه وتنوعها بالولايات المتحده ادى لتنوع الانشطه الاقتصاديه واصبحت القوه الاقتصاديه الاولى في العالم. دليل جغرافيا تعتبر الولايات المتحده الامريكيه من الدول ذات المساحه الكبيره. ايه الدليل على كده؟ لانها تعد رابع دول العالم في المساحه. بعد مين بقى يا سيدي؟ روسيا، كندا، الصين، ثم الولايات. طب يتنوع المناخ في الولايات المتحده، دي حقيقه. هقول له بقى المناخ اللي موجود في الولايات المتحده، واحنا قلنا بنقسم الولايات 3 اقسام. القسم الاخير بقسمه نصين كده. طب القسم الاول بيبقى فيه مناخ هنا اسمه شبه مداري، وفي غابات الاقليم الصيني. طيب في الوسط بيتنوع المناخ لانها منطقه واسعه بتمتد من الشمال للجنوب. اما في اخر منطقه قلنا في الشمال هنا بيبقى الجو بارد ممطر، وفي الجنوب حار جاف. الجنوب فيه صحراء اريزونا الحاره، اما الشمال فيه منطقه جبليه. هنا بيقول لي توجد بالولايات المتحده الامريكيه ثروه حيوانيه ضخمه بسبب توافر الحشائش والمراعي واستخدام الاساليب الحديثه. كمان ضخامه الانتاج وتنوع الصناعات في الولايات المتحده. الدليل على كده هي اولى دول العالم في العديد من الصناعات بجانب احتلالها ثلث الصناعات الالكترونيه في العالم. بيقول لي تتعدد المناطق الصناعيه الرئيسيه في الولايات المتحده. عندي اقليم نيو انجلاند، منطقه البحيرات العظمى، وفي الجنوب مدينه برمنجهام، غير طبعا الغرب. بيقول لي ترتبط مصر مع الولايات المتحده الامريكيه بعلاقات قويه في مختلف المجالات،
فيما بينهم اتفاقيه اسمها التجاره الحره، والمناطق الصناعيه المؤهله اللي هي الكويز. كمان تستورد مصر من امريكا السيارات والالات والطائرات وغيره. بكده يا شباب نبقى حلينا كل المقالي اللي موجوده على الجغرافيا، اذا كانت الوحده الاولى ولا الوحده الثانيه. يلا بينا نشتغل المقالي الموجود على التاريخ عشان نبقى فرمنا المقالي بتاع المنهج ومستعدين للامتحان. يلا بينا. بالنسبه بقى للوحده الثالثه، خد بالك الاسئله المقاليه تبقى اكتر شويه في التاريخ، فطول بالك بقى معايا كده وخليك صبور. الوحده الثالثه اللي بتتكلم او فيها 5 دروس، والوحده الرابعه يبقى فيها درسين. نبدا الاول باول وحده في التاريخ اللي هي الوحده الثالثه، واول سؤال اللي هو بما تفسر، اللي هو يعني كلمه ليه. ليه ثوره 23 يوليو 52 كان ليها اهميه كبيره في المنطقه العربيه والعالم؟ هدي كده منطقتين، المنطقه العربيه والعالم، بسبب دورها في المنطقه العربيه وفي العالم. طب دورها ايه في المنطقه العربيه؟ ساعدت العديد من الحركات التحرريه زي مثلا مسانده ثوره الجزائر، وفي العالم ساهمت في تشكيل العديد من الحركات الدوليه زي حركه عدم الانحياز. طب هنا بيقول لي قيام بعض ضباط الجيش المصري بتاسيس تنظيم خاص بيهم قبل ثوره 52 بسبب اللي هو تنظيم الضباط الاحرار. اتعمل ليه؟ بسبب رفضهم للاوضاع ومحاولتهم تخليص مصر من الاحتلال البريطاني ومن النظام الملكي. طب قيام ثورة 23 هنا في أسباب كتير، بسبب استمرار الاحتلال وتدخله في شؤون مصر. 2 فساد النظام الملكي. 3 عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. 4 هزيمة الجيش في حرب فلسطين. 5 سوء الأحوال الاجتماعية. و6 سوء الأحوال الاقتصادية. طب بيقول لي سوء أحوال مصر الاقتصادية قبل ثورة 23 يوليو 52. ليه الأحوال الاقتصادية كانت سيئة؟ طبعا معاهدة 36 خلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما استنزف الموارد بتاعت مصر وضغطت على مصر، فانتشر ما بين الناس الفقر والجوع والمرض والبطالة والاحتياج والحاجات دي كلها. لم تحقق معاهدة 36 الاستقلال الحقيقي لمصر، والدليل على كده هو قيام الدبابات البريطانية يوم 4 فبراير 1942 بمحاصرة قصر عابدين لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس. بيقول لي حجز الأحزاب السياسية قبل ثورة 52 عن التعبير عن إرادة الشعب ومطالبه. لأن الأحزاب السياسية، وده بقى فساد أو عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، الأحزاب السياسية كان كل همها التصارع على الحكم والتصارع على المناصب، وتركت الشعب أو أهملت الشعب. مغادرة ليه الملك فاروق غادر هو وأسرته قبل الموعد المحدد له؟ لأنه في حاجتين هنا: تأكد من كراهية الجيش والشعب له، وتخلي الإنجليز عنه. هنا بيقول لي ليه صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر 52 تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول للقضاء على الإقطاع. طيب 9 هزيمة الجيش المصري والجيوش العربية في حرب فلسطين لأسباب كتير، ولكن أهمها تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم المساعدات لإسرائيل، وكمان عدم استعداد الجيوش العربية للحرب بجانب الأسلحة الفاسدة. 10 فلسطين. ليه فلسطين ليها أهمية خاصة في قلب كل عربي؟ لأنها طبعا بها المسجد الأقصى أولى القبلتين أسري إليها سيدنا محمد، وبها كنيسة القيامة، فهي مهمة للمسلمين والمسيحيين. هنا بيقول لي ليه دخول الجيوش العربية حرب فلسطين سنة 48؟ لنصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، لنصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش أو ظلم أو اعتداء اليهود. طيب ليه؟ بما تفسر. هل العدوان الثلاثي على مصر في 56؟ أسباب العدوان الثلاثي قلنا دايما بيبقى عندي 3 دول، كل دولة ليها سبب. إسرائيل عايزة تقضي على قوة مصر لأن مصر القوة الأكبر في المنطقة، وبعد عقد كمان تحديدا صفقة الأسلحة الشرعية. فرنسا عشان تخرج مصر من المعركة مع الجزائر لأن مصر بتساند ثورة الجزائر. انجلترا بسبب تأميم مصر قناة السويس. بيقول لي هنا ليه العدوان فشل على مصر؟ أسباب بقى الفشل 5: 1 قوة المقاومة وصلابة القيادة المصرية. 2 مساندة الشعوب العربية لمصر. 3 تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل بالقوة لوقف العدوان. 4 تنديد أو رفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في حل النزاعات. 5 تنديد الأمم المتحدة بالعدوان.
بيقول لي بما تفسر او ليه وقوف مصر الى جانب سوريا سنه 67. طبعا ده تنفيذا لاتفاقيه اسمها الدفاع المشترك بين مصر وسوريا. سؤال 15: اغلاق مصر خليج العقبه امام الملاحه الاسرائيليه. ليه مصر قفلت خليج العقبه قدام السفن الاسرائيليه؟ كلمه ملاحه يعني السفن. مصر قفلته احكاما لحاجه اسمها الحصار الاقتصادي اللي كانت بتعمله الدول العربيه ضد اسرائيل. طيب سؤال 16: بما تفسر او ليه عدوان اسرائيل على مصر في 5 يونيو 67. ليه اسرائيل هجمت على مصر في 5 يونيو 67؟ رغبه اسرائيل في استدراج يعني تجيب مصر والدول العربيه في حرب لم تكن مستعده لها، وعندها رغبه في القضاء على قوه مصر وهي غير مستعده للحرب. طيب سؤال 17: بما تفسر او ليه هزيمه الدول العربيه في عدوان 5 يونيو 67 بسبب تقديم الولايات المتحده الامريكيه مساعدات عسكريه لاسرائيل، بسبب كمان الهجوم المفاجئ لاسرائيل وعدم استعدادنا للحرب. بما تفسر او ليه تقديم الولايات المتحده الامريكيه لمبادره روجرز اثناء حرب الاستنزاف. طبعا الولايات المتحده قدمت عن طريق وزير خارجيتها روجرز مبادره لوقف اطلاق النار اثناء حرب الاستنزاف. عملت كده ليه؟ عشان توقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا. طيب بما تفسر او ليه قيام مصر وسوريا بالاعداد والتخطيط لحرب اكتوبر. مصر وسوريا ليه عملوا حرب اكتوبر؟ لمحو اثار العدوان الاسرائيلي ولرفض اسرائيل كل نداءات السلام بالانسحاب من المنطقه المحتله. اسرائيل رفضت تنسحب من الاراضي اللي احتلتها، وكمان مصر وسوريا كان عندهم رغبه في ان هم يعلموها درس او يشيلوا اثار العدوان. بما تفسر او ليه احداث ثغره في منطقه الدفرسوار اثناء حرب اكتوبر بسبب تقديم الولايات المتحده الامريكيه معلومات عسكريه لاسرائيل مكنتها من احداث الثغره دي. المعلومات دي كانت عن طريق الاقمار الصناعيه. هنا بيقول لي بما تفسر مبادره الرئيس السادات لزياره اسرائيل في 77 حتى يدعو العالم اجمع للسلام العادل لكل شعوب المنطقه ولايقاف الحرب اللي استنفذت كل طاقات وموارد الشعوب. طيب سؤال 22: بما تفسر عقد مؤتمر السلام في مدريد باسبانيا. تم عقد المؤتمر ده لحل النزاع العربي الاسرائيلي والتاكيد على مبدا الارض مقابل السلام. خد بالك احنا هنحل كم اسئله كبير، فما فيش ولا سؤال هيجي لك في الامتحان مختلف عن الاسئله اللي احنا حليناها دي. فعشان ما تبقاش خارج من الامتحان بتقول والله ده الامتحان صعب، اسئله مقالي، ده مش عارف ايه، حبيبي احنا حليناها كلها او هنحلها كلها اللي هي على المنهج كله. فبفضل الله قلب كده في القناه هتلاقي شرح المنهج كامل ليك، هتلاقي حل جميع المحافظات، هتلاقي ازاي تحل المقالي بحل جميع اسئله المقالي اللي موجوده في المنهج، هتلاقي فيديو عن الخرائط، بجانب ان لسه هنزل لك المراجعه النهائيه بتاعت ليله الامتحان. فمالكش حجه الا ان انت تسلمني الدرجه النهائيه او الفول مارك بتاعتك من ايا كان انت من انهي محافظه. طيب السؤال اللي بعد كده: تدهور الاحوال الاقتصاديه في مصر قبل ثوره 25 يناير نتيجه حاجات كتير بقى. تطبيق الغير سليم لسياسه الخصخصه مع تطبيق سياسه الانفتاح الاقتصادي بدون ضوابط علميه. الاثنين دول ادوا لسوء الاوضاع الاقتصاديه. تدهور الاوضاع الاجتماعيه في مصر قبل ثوره 25 يناير بسبب انتشار البطاله، انتشار الفقر، بسبب عدم وجود عداله اجتماعيه. جاءت الانتخابات البرلمانيه 2010 مخالفه لاراده الشعب، لان تم تزويرها لصالح الحزب الوطني اللي هو الحزب الحاكم. بسبب تزويرها لصالح الحزب الحاكم فخلى المجلس من اي معارضه. ليه او بما تفسر تشكيل الشعب المصري ما يعرف باسم اللجان الشعبيه، طبعا لحمايه المنشآت لحمايه المنشآت وحمايه الاهالي من عمليات السرقه. الاستعانه بالقوات المسلحه خلال ثوره 25 يناير لحمايه المنشآت العامه والخاصه وحمايه الثوره وكمان الحفاظ على حياه الاهالي. يعد الجيش المصري الضامن لثوره 25 يناير لان الجيش المصري ساعد في حمايه الثوره وليس قمع الثوره. كلمه قمع يعني القضاء على الثوره، فساعد الجيش المصري في حمايه الثوره وليس القضاء عليها. يعتبر يوم 11 فبراير يوما تاريخيا في حياه الشعب المصري، لان اول مره يستطيع الشعب تنفيذ ارادته، او يعتبر ده هو يوم مهم لان الشعب استطاع تنفيذ ارادته باقاله الرئيس. قيام ثوره 30 يونيو، هقول له بقى
لان السياسات الجديده بتاعت الحكومه الجديده اللي جت يعني لم تجد حلول للمشكلات الموجوده. المشكلات الموجوده في مصر زي سوء الاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه والفساد اللي موجود في المجتمع. طب السؤال اللي بعد كده، دول كده 30 سؤال بما تفسر على الوحده الثالثه. السؤال اللي بعد كده، ما النتائج اللي حصل بعد او لما قيام ثوره 23 يوليو بالنسبه للمجال السياسي؟ الانجازات السياسيه هم 6 حاجات. عد معايا: 1. الغاء دستور 23. 2. حل الاحزاب السياسيه. 3. الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه. 4. توقيع اتفاقيه الجلاء مع القوات البريطانيه على ان ترحل القوات في خلال 20 شهر. 5. رحيل اخر جندي انجليزي من الاراضي المصريه. 6. تاميم شركه قناه السويس كشركه مساهمه مصريه. دي كده النتائج على الثوره بالنسبه للمجال السياسي. طب انشاء السد العالي، النتيجه على كده: الحمايه من خطر الفيضان والجفاف، تخزين المياه، زياده مساحه الاراضي المزروعه. طب النتيجه على اصدار قوانين الاصلاح الزراعي بعد قيام الثوره. طبعا تم اصدار القانون اصلا للقضاء على الاقطاع. يبقى تم اصدار القوانين للقضاء على ايه؟ الاقطاع. طب ايه النتيجه على قيام ثوره 23 بالنسبه للمجال التجاره؟ في مجال التجاره عندي حاجتين: تم فتح اسواق داخليه وخارجيه جديده، وتم تمصير شركات التامين والاستيراد والتصدير والبنوك اللي هو جعلها شركات مساهمه مصريه. طب بيقول ايه النتيجه على اهتمام الثوره بالمراه المصريه؟ فتم طبعا اعطاء المراه حق الترشح والانتخاب في مجلس الامه، وشغلت المراه المناصب الوزاريه. النتيجه على وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طبعا بدأ بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور عن طريق فتح باب الهجرة لليهود، وعن طريق كمان السماح بانتقال الأراضي من العرب إلى اليهود. بيقول لي النتيجة على قرار تقسيم فلسطين. وافق اليهود على القرار وبدأوا بطرد العرب من أراضيهم. رفض العرب القرار وامتنعت بريطانيا عن التصويت. طب النتيجة على تطبيق الهدنة في حرب فلسطين 48. التزم العرب بالهدنة ولكن لم يلتزم اليهود، وعند استئناف القتال ظهر التفوق الإسرائيلي في جميع الجوانب. النتيجة على هزيمة العرب في حرب فلسطين، وإجابة السؤال ده مهم قوي لأنها مرتبطة معايا بسؤال تاني. فهزيمة العرب في حرب فلسطين النتيجة عليها سيطرة إسرائيل على فلسطين كلها ما عدا 3 أماكن: قطاع غزة ده فيه القوات المصرية، الضفة الغربية دي فيها القوات الأردنية، والقدس وهي منطقة دولية. بعد كده بيقول لي النتيجة على العدوان الثلاثي على مصر. نتائج العدوان هي كالآتي، ركز معايا بقى: انسحاب انجلترا وفرنسا من مدينة بورسعيد في أواخر 56، انسحاب إسرائيل من سيناء في أوائل 57، وضع قوات طوارئ ما بين الدولتين ما بين مصر وإسرائيل، وإدراك الدول العربية خطر وجود إسرائيل في المنطقة، فقامت وحدة بين مصر وسوريا سنة 58 وانفصلوا سنة 61 ما عدا بند الدفاع المشترك. طب ايه النتيجة على العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في 5 يونيو 67 اللي هي نكسة 67؟ طب فاكرين الأماكن دي؟ أنا عشان كده كتبتها، اللي بقت من حرب فلسطين 48 استولت عليها إسرائيل بجانب شبه جزيرة سيناء بالكامل حتى الضفة الشرقية لقناة السويس وهضبة الجولان. يبقى اقول له ايه النتيجه على 5 يونيو 67؟ استيلاء اسرائيل على قطاع غزه، الضفه الغربيه، القدس بجانب شبه جزيره سيناء حتى الضفه الشرقيه لقناه السويس وهضبه الجولان. طب ايه النتيجه على اغلاق مصر خليج العقبه عام 67؟ طبعا قيام اسرائيل بضرب مصر. 13 بيقول لي حرب الاستنزاف. ايه النتيجه على حرب الاستنزاف؟ طبعا قيام القوات المصريه يعني بضرب القوات الإسرائيلية أو بضرب خط بارليف، استمرار قصف على خط بارليف، مما دفع الولايات المتحدة في تقديم مبادرة روجرز. طب النتيجة على معركة راس العش. تمكنت القوات المصرية من هزيمة القوات الإسرائيلية ومنعها من احتلال مدينة بور فؤاد. هنا بيقول لي النتيجة على بناء مصر حائط صواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس أثناء حرب الاستنزاف. طبعا ده أدى إلى منع طائرات العدو من اختراق المجال الجوي المصري او اختراق الاراضي المصريه. طب هنا بيقول لي ايه النتيجه على نجاح العمليات العسكريه اللي قام بها سلاح الطيران والمدفعيه اثناء حرب اكتوبر. ده طبعا ادى الى تدمير خط بارليف
وتمكن القوات من العبور والانتصار في حرب اكتوبر. هي النتيجه على مؤتمر كامب ديفيد اللي حصل لما اتعمل مؤتمر كامب ديفيد، ادى الى الوصول لشكل اتفاقيه او لاطار اتفاقيه معاهده السلام. 18 توقيع معاهده سلام بين مصر واسرائيل ادى الى ايقاف الحرب بين الطرفين واحلال السلام في المنطقه وتنشيط حركه السياحه ودفع عجله التنميه الى الامام. طيب النتيجه على قرار التحكيم الدولي الصادر في سبتمبر 88 طبعا هي استعاده مصر السيطره على طابه او عاده طابه الى السياده المصريه. هي النتيجه او ايه اللي حصل لما عقد مؤتمر مدريد للسلام؟ النتيجه على كده حدوث مفاوضات بين الجانب الاسرائيلي ومنظمه التحرير الفلسطينيه وعقد اتفاقيه اوسلو. طب ايه النتيجه على تطبيق سياسه الانفتاح الاقتصادي في مصر دون ضوابط علميه؟ ده ادى طبعا لسوء الاحوال الاقتصاديه وارتفاع الاسعار، والنتيجه على التطبيق الغير سليم لسياسه الخصخصه ادى الى بيع المؤسسات الحكوميه لصالح رجال الاعمال باقل من سعرها، ده رقم واحد. رقم اتنين، انضمام العديد من العاملين الى صفوف البطاله. طب ايه النتيجه على فقدان العداله الاجتماعيه خلال المرحله السابقه لثوره 25 يناير؟ ادى الى انتشار الفوارق الطبقيه بين الناس، رقم واحد. رقم اتنين، ادى الى مشاركه العديد في الحركات الاحتجاجيه اللي مهدت لقيام الثوره. طب ايه النتيجه على حدوث اضطراب امني اثناء احداث ثوره 25 يناير؟ والسؤال ده مهم. قيام الشعب بتشكيل اللجان الشعبيه. وايه النتيجه على ثوره 30 يونيو؟ طبعا هو عزل محمد مرسي وتعيين المستشار عدلي منصور لحين اجراء انتخابات رئاسيه مع الغاء دستور 2012. طيب ايد بالادله التاريخيه، اثبت بدليل، زي بالظبط دلل، فانا هثبت بس بدليل. اختلفت الكتابات والاراء حول ثوره 23 يوليو، فانا هنا هكتب اراء الاثنين مؤرخين، اللي هو الراي الاول اللي بيشوف ان اهميه الثوره تكمن في ان هي نتاج لحركات تحرر او حركات اعتراض بدات من ثوره 19 مرورا لثوره 52، وتاني راي بيقول ان اهميه الثوره تكمن في دورها اللي حصل بعد الثوره في العالم ومشاركتها في تاسيس حركات زي الحياد الايجابي وعدم الانحياز. طب بيقول لي اي بالادله فساد النظام الملكي في مصر قبل ثوره 23 يوليو 52. النظام الملكي كان فاسد، ايه الدليل على كده؟ صفقه الاسلحه الفاسده، ده رقم واحد. رقم اتنين، الصراع الاحزاب على الحكم. طب اي بالادله حققت ثوره 52 هدفها في القضاء على الاقطاع؟ طبعا فاستطاعت اصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول اللي خفض ملكيه الفدان. طب اي بالادله على ثوره 23 يوليو ان هي اهتمت بالعمال والموظفين؟ هبتدي انا هنا اقول عملت ايه للعمال والموظفين. فقامت بتحديد ساعات العمل ب 8 ساعات يوميا. قامت باشراك العمال في مجالس الادارات وتخصيص لهم نسبه من الارباح، وقامت باصدار قوانين خاصه بالمعاشات والتامينات الاجتماعيه. طب هأيد برضو على نجاح الثوره في تحقيق الاستقلال التام لمصر، حيث خلصت مصر من الاحتلال البريطاني بعد توقيع اتفاقيه الجلاء، وكمان خلصت مصر من النظام الملكي بعد اعلان الجمهوريه والغاء الملكيه. طب هأيد برضو ان الثوره حققت انجازات كتيره في المجال العربي والدولي، ده حقيقي، فهي بتؤيد عروبه فلسطين حتى الان واقامه وطن مستقل عاصمته القدس الشريف، بجانب ان هي ساعدت في تحرر العديد من الدول العربيه والافريقيه، بجانب ان هي كمان شاركت في تاسيس حركه عدم الانحياز وعملت وحده عربيه مع سوريا بجانب صفقه الاسلحه الشرقيه. طب كان لثوره 23 يوليو 52 فضل في تشكيل حركات دوليه. أأيد بالأدلة؟ طبعا ساهمت في تشكيل حركة عدم الانحياز لما اشتركت مصر في مؤتمر باندونج بأندونيسيا مع الهند ويوغوسلافيا. أأيد إن بريطانيا صنعت مشكلة فلسطين؟ طبعا، لأن بريطانيا اللي أصدرت وعد بلفور، الشاشة اتجننت، بلفور، وساهمت في إنشاء أو ساهمت في انتقال اليهود إلى فلسطين. أأيد بالأدلة أثبتت حرب 48 أن النوايا الحسنة ليس لها مكان في الحرب، ودي حقيقة، بحيث لما التزمت القوات العربية بالهدنة وعدم زيادة السلاح والجنود بينما لم يلتزم اليهود وقاموا بزيادة السلاح والجنود. طب هأيد ظهرت بطولات عديدة للقوات المسلحة في مرحلة الصمود والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. في الصمود والتصدي أنا عندي حاجتين.
اول حاجه انتصار القوات المصريه في معركه راس العش ومنع اسرائيل من احتلال بور فؤاد. ورقم 2، استطاعت القوات البحريه المصريه تدمير المدمره الاسرائيليه ايلات. طيب، أيد بالأدلة، قامت مصر بعدة إجراءات لتهيئة الجبهة الداخلية استعدادا لحرب أكتوبر. طبعا فتم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، تم كمان إصدار دستور 71 اللي هو الدستور الدائم، وتم القضاء على مراكز القوة، بجانب كمان استعداد الجيش أو تدريبه وتسليحه بأحدث الأجهزة. عملت مصر على تهيئة الجبهة العربية استعدادا لحرب أكتوبر، ودي حقيقة. طب إيه التأييد على الحقيقة دي؟ إن هي قامت بحل الخلافات مع الدول العربية. طب هنا بيقول لي تشابه الدفاعات الإسرائيلية في كل من الجبهتين المصرية والسورية، بحيث إن إسرائيل عملت خطوط دفاعية عند مصر وعند إسرائيل. فعند مصر عملت بارليف، وعند إسرائيل وعند سوريا عملت بقى زي ما أنت عايز تقوله قوله، ألوان ألون، زي ما أنت عايز تقوله قوله، المهم تبقى عارفه. طيب، كان للدول العربية دورا بارز في حرب أكتوبر طبعا، لأنها قامت بمساعدة مصر وسوريا عسكريا، ادتنا قوات تحارب معانا، قامت بتساعدنا اقتصاديا، ادتنا فلوس، بجانب اجتماع وزراء النفط في الكويت وقرروا خفض انتاج النفط وحظر تصديره للولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة بتساعد إسرائيل. بيقول لي لعب سلاح البترول دور مهم أثناء حرب أكتوبر، لسه قايلها حالا، حيث اجتمع وزراء النفط في الكويت وحظروا تصدير البترول للولايات. بيقول لي لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دور مهم في دعم إسرائيل في حرب أكتوبر. هيئة إزاي؟ هقول دورها إن هي دعمتها اقتصاديا، عملت لها جسر جوي لتقديم المساعدات، بجانب إن هي ادتها معلومات عسكرية مكنتها من إحداث ثغرة الضفرسوار. طب بيقول لي أيد بالأدلة، أنهت حرب أكتوبر نظرية الأمن الإسرائيلية. دي حقيقة، لأن استطاع القوات المصرية والسورية تدمير الخطوط الدفاعية لإسرائيل، فهنا نظرية الأمن بتاعت الخطوط الدفاعية أصبحت غير فعالة. أيد أثرت حرب أكتوبر على الجيش الإسرائيلي طبعا، لأنها هدمت أسس العقيدة القتالية لإسرائيل، بجانب إن هي استعادت للمقاتل العربي الثقة، لأن الإسرائيليين كانوا بيقولوا إن هم المقاتل العربي مش هيقدر يكسبنا، مش هيقدر يستخدم الأسلحة الحديثة اللي احنا بنستخدمها، فاحنا عندنا تفوق في جميع المجالات. ولكن حرب أكتوبر أثبتت العكس تماما. بيقول لي أيد للسلام مزايا عديدة لمصر والوطن العربي، لسه قايلها برضو من شوية، وهو دفع عجلة التنمية إلى الأمام، زيادة الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة. بيقول لي هنا كان للانتخابات البرلمانية اللي اتعملت في 2010 دور في قيام الثورة طبعا، لأنها كانت سبب أساسي بسبب تزويرها لصالح الحزب الوطني، مما أدى لقيام الثورة. أيد برضو تطورت الأحداث في 25 يناير تطور سريع أدى إلى نجاحها، بحيث بعد قيام المتظاهرين بالتظاهر حصل الفراغ الأمني وبدأت عمليات السرقة والنهب، وتصدى لها المواطنين باللجان الشعبية، واستمر الاعتصام لحين التنحي. طيب ماذا كان يحدث إذا؟ إيه هيحصل لو؟ إيه اللي كان هيحصل لو لم يذاع بيان الثورة الساعة 7:30 من صباح 23 يوليو؟ يبقى لن ينضم الشعب والجيش للثورة، لأن الشعب والجيش انضموا للثورة بعد الاستماع للبيان. ايه اللي كان هيحصل لو فشلت ثورة 52 في توقيع اتفاقية الجلاء؟ يبقى لن ترحل القوات البريطانية عن مصر، ولن تحصل مصر على الاستقلال التام عن بريطانيا. طب ايه اللي كان هيحصل لو ما تمش تأميم شركة قناة السويس؟ لن تشارك انجلترا او بريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر. طب ايه اللي كان هيحصل لو ما حصلتش ثورة 23؟ لو ما عملتش ثورة 23 مشروع السد العالي؟ حاجات كتير بقى، ممكن اقول استمرار تعرض مصر لخطر الفيضان والجفاف، ممكن اقول عدم توليد الكهرباء، وممكن اقول عدم استصلاح مساحات جديدة من الأراضي. طب ايه اللي كان هيحصل لو ثورة لم تقم، لو ما كانتش ثورة 23 اصدرت قوانين للإصلاح الزراعي؟ يبقى كانت هتستمر ظاهرة الإقطاع زي ما هي. طب ايه اللي كان هيحصل لو بريطانيا ما اصدرتش تصريح بلفور؟ لن تكون هناك مشكلة فلسطين، ولن تكون هناك دولة إسرائيل. طب ايه اللي كان هيحصل لو لم تساند مصر حركات التحرر الوطني في الجزائر؟ يبقى لن تشارك فرنسا ضد مصر في العدوان الثلاثي. طب ايه اللي كان هيحصل لو لم تقم إسرائيل بحشد قواتها على الحدود السورية؟ يبقى لن تقوم مصر بإغلاق خليج العقبة، لن تطلب مصر من قوات الطوارئ الانسحاب من بعض المناطق، ولن تحدث حرب 5 يونيو 67، ولن تحتل سيناء كمان.
طب ايه اللي كان هيحصل لو استجابت اسرائيل لقرار مجلس الامن 242؟ ما كانتش هتحصل حرب 73 لان اسرائيل كانت هتنسحب من الاراضي المحتله. طب ايه اللي كان هيحصل وكمان حرب الاستنزاف؟ لم تتمكن مصر من اعاده بناء قواتها المسلحه بعد هزيمه 5 يونيو، يبقى لن نستطيع الانتصار في 73 ولن نستطيع الحرب اصلا في 73 ولن نستطيع استرداد شبه جزيره سيناء. طب ايه اللي كان هيحصل لو لم تستخدم الدول العربيه البترول كسلاح؟ كان هيفضل بيتم دعم اسرائيل عن طريق الولايات المتحده الامريكيه، يبقى استمرار تقديم الولايات المتحده الامريكيه الدعم لاسرائيل. طب ايه اللي كان هيحصل لو لم تقدم الولايات المتحده الامريكيه الدعم لاسرائيل خلال حرب اكتوبر؟ يبقى لن تستطيع مثلا اسرائيل احداث ثغره الدفرسوار في الجيش المصري. طب ايه اللي كان هيحصل لو فشل مؤتمر كامب ديفيد؟ لن يتم توقيع معاهده السلام. طب السؤال اللي بعده وهو ما العلاقه؟ يعني ايه الرابط اللي بين ده وبين ده؟ هي العلاقه بين حرب فلسطين وثوره 23. طبعا ادت الهزيمه في حرب فلسطين الى قيام ثوره 23 يوليو، او تعد الهزيمه في حرب فلسطين من اسباب قيام الثوره. توقيع معاهده 36 وازدياد معاناه افراد الشعب المصري قبل الثوره. توقيع معاهده 36 جعل مصر ميدان لمعارك الحرب العالميه الثانيه، مما ادى للضغط واستنزاف الموارد الاقتصاديه في مصر، مما ادى لمعاناه الشعب المصري من الفقر. ثوره 23 يوليو واحتكار السلاح العالمي. استطاعت الثوره كسر احتكار السلاح العالمي بقيامها بعقد صفقه الاسلحه الشرعيه. ثوره 23 يوليو وحركه عدم الانحياز. ساهمت الثوره في تاسيس حركه عدم الانحياز بعد المشاركه في مؤتمر باندونج باندونيسيا. انتهاء الحرب العالميه الاولى والوضع السياسي في فلسطين. تم اصدار وعد بلفور في نهايه الحرب العالميه الاولى، وبدا تنفيذه بعد الحرب العالميه الاولى ما خلصت، وبعد حصول بريطانيا على الانتداب على فلسطين في مؤتمر سان ريمو في ايطاليا 1920. طب قناه السويس والعدوان الثلاثي. بسبب قيام مصر بتاميم قناه السويس شاركت بريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر. حرب الاستنزاف والولايات المتحده الامريكيه. تقدم وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه روجرز بمبادره لوقف اطلاق النار اثناء حرب الاستنزاف. طب الولايات المتحده الامريكيه وثغره الدفرسوار. قدمت الولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل معلومات عسكريه مكنتها من احداث ثغره الدفرسوار. التكنولوجيا المتطوره وثوره 25 يناير. تمت الدعوه للثوره عن طريق استخدام التكنولوجيا المتطوره والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. سياسه الخصخصه والثوره. هدت سياسه الخصخصه الى انضمام العديد من العاملين لصفوف البطاله، مما ساهم في قيام ثوره 25 يناير. طيب السؤال اللي بعد كده هو قارن بين موقف العرب وبريطانيا من قرار تقسيم فلسطين. العرب طبعا رفضوا القرار، بينما بريطانيا امتنعت عن التصويت. طب العدوان الثلاثي على مصر وعدوان 5 يونيو 67 من حيث الاسباب والنتائج، الكلام ده احنا قلناه من شويه. اسباب العدوان الثلاثي قلنا رغبه اسرائيل في القضاء على قوه مصر، مسانده مصر حركه التحرر في الجزائر، وتامين مصر قناه السويس. بينما اسباب عدوان 5 يونيو بسبب اغلاق مصر خليج العقبه، وبسبب اتفاقيه الدفاع المشترك، وبسبب رغبه اسرائيل في استدراج مصر والدول العربيه الحرب مش مستعده لها. فبين نتائج على العدوان الثلاثي طبعا فشل العدوان وانسحاب القوات الانجليزيه والفرنسيه من بورسعيد، انسحاب اسرائيل من سيناء، وضع قوات طوارئ بين الدولتين، وقيام وحده بين مصر وسوريا. اما نتائج 5 يونيو 67 سيطره اسرائيل على قطاع غزه، الضفه الغربيه، القدس، شبه جزيره سيناء حتى الضفه الشرقيه لقناه السويس، وهضبه الجولان. طيب قارن ما بين اوضاع مصر الاقتصاديه قبل ثوره 23 52 واوضاع مصر الاقتصاديه قبل ثوره 25 يناير. يا جماعه كلاهما تدهورت الاوضاع الاقتصاديه، فهنا انتشر الفقر وعدم وجود عداله اجتماعيه، وهنا برضو عدم وجود عداله اجتماعيه وعدد كبير من البطاله. طيب سؤال بقى، ما رايك؟ هتقول لي سؤال ما رايك هو مهم؟ مهم جدا. وبالله عليك قلت لك قبل كده في الفيديو وبقول لك في الفيديو ده وبكررها لك، ما تكتبتليش رايك جميل، راي حلو قوي، لا احنا ما بنسالكش على رايك في طقم جديد هتلبسه، هتتغدى ايه النهارده، قوم يا حبيبي عملنا الفطار، مفيش الكلام ده يا عم. اكتب لي جمله من فضلك في سياق المنهج. لو ما كتبتش جمله يا بص اقسم بالله تستاهل اللي هيجرالك.
فمن فضلك اكتب لي جمله في سياق المنهج. فهنا بيقول لك يعني ايه في سياق المنهج؟ عشان ابقى بكلمك بقى بالبلدي خالص، جمله طبيعيه من اللي انت اتعلمته في المنهج. فهنا بيقول لك قرار تاميم شركه قناه السويس، ايه رايك يا حبيبي؟ طب رايي ايه بقى؟ قرار جيد وفي المصلحه المصريه لانها اصبحت شركه مصريه. جمله اهي. طب اصدار ثوره 23 يوليو قوانين الاصلاح الزراعي، قرار مناسب للقضاء على الاقطاع واحداث العداله الاجتماعيه، خلي لي فيه عداله اجتماعيه. طب ايه رايك في تصريح بيلفور وزير خارجيه بريطانيا؟ طبعا تصريح غير سليم بالمره، لانه حاول اخذ او مثلا حاول اعطاء دوله لاشخاص اخرى. موقف الامم المتحده من العدوان الثلاثي، هقول لك ان هو موقف بالنسبه لنا هو موقف سلبي، هنددت بالعدوان لكنها ما تدخلتش لايقافه، ولكن ممكن تقول ايجابي او سلبي والاثنين هيبقوا صح. لو قلت ايجابي لانها نددت بالعدوان، ولو قلت موقف سلبي لانها لم تتدخل لايقافه فقط قامت بالتنديد بالعدوان، عادي، دي جمله ودي جمله، لكن اللي يفضل تقول ان هو ايجابي لانها نددت. طيب الدعم العربي المصري لسوريا لمصر وسوريا اثناء حرب اكتوبر، هتقول موقف قوي من الدول العربيه لانها ساهمت في انتصار مصر وسوريا. مبادره السادات لزياره اسرائيل، هتقول موقف قوي من السادات لانه بادر باحلال السلام وايقاف الحرب. بنود معاهده السلام، هتقول يعني رايك في بنود معاهده السلام، هتقول بنود مناسبه لانها جعلت مصر تستعيد الارض بتاعتها. طب ايجابيات اختيار السلام بدلا عن الحروب، هتقول طبعا من الافضل اختيار السلام لانه يساعد على دفع عجله التنميه الى الامام وتنشيط الاقتصاد. طريقه استرداد مصر لطابه، هتقول طريقه سليمه لانها لجأت لمحكمه العدل الدوليه. دور اللجان الشعبيه اللي تشكلت، هتقول دور قوي من الشعب المصري واظهر معدن الشعب المصري الحقيقي. دي كده كانت الاسئله اللي موجوده على الوحده الثالثه في التاريخ. تعال نشوف الاسئله اللي على الوحده الرابعه ونبقى خلصنا مقالي المنهج بالكامل. نيجي بقى للوحده الرابعه والاخيره واللي بتبدا معايا بما المقصود بالمصطلحات التاريخيه. اولا حياه نيابيه. حياه نيابيه هي قيام الشعب باختيار ممثلين لاداره شؤون الحكم اللي موجوده في البلد. دستور هو طبعا الوثيقه الرسميه التي تنظم شؤون الحكم في الدوله. والبرلمان هو المجلس اللي بيضم الاشخاص اللي تم اختيارهم عن طريق الشعب لاداره شؤون الدوله. منظمات المجتمع المدنيه هي المنظمات اللي بتقوم باعمال مكمله للحكومه زي الجمعيات الغير حكوميه. والمنظمه الاقليميه هي منظمه تضم مجموعه من الدول المستقله التي بينها رابط معين، بينما المنظمات الدوليه تضم مجموعه من الدول المستقله وان لم ترتبط باي روابط. نيجي بعد كده ليه بما تفسر، اللي هو يعني ليه عملتوا فيا كده ليه؟ اول حاجه اهميه صدور دستور 71. دستور 71 اكد على 3 حاجات، اكد على سياده القانون واستقلال القضاء وحريه تكوين الاحزاب السياسيه. تعد حركه عدم الانحياز منظمه دوليه. ليه منظمه دوليه؟ لانها تضم مجموعه من الدول المستقله التي لا ترتبط ببعضها برابط معين. اهتمام الدول العربيه بانشاء جامعه الدول العربيه. طبعا جامعه الدول العربيه بتعمل ايه؟ بتقوم للقيام بتعزيز وزياده التعاون العربي المشترك وحل القضايا العربيه. لمصر دور مهم في توطيد الروابط العربيه والتعاون الاقليمي والتعاون الدولي، طبعا لان مصر هي صاحبه فكره انشاء جامعه الدول العربيه، بجانب ان مصر ساهمت في تاسيس حركه عدم الانحياز. الامم المتحده منظمه دوليه، نفس الاجابه اللي قلناها على حركه عدم الانحياز، لانها تضم مجموعه من الدول على مستوى العالم التي لا ترتبط ببعضها بروابط معينه. انشاء منظمه الامم المتحده لحل النزاعات ما بين دول العالم وتعزيز العمل المشترك اللي ما بين دول العالم. مجلس الامن هو اهم اجهزه الامم المتحده. ليه؟ لان له سلطه قانونيه على حكومات الدول الاعضاء. السؤال ده مهم، لان له سلطه قانونيه على حكومات الدول الاعضاء. طيب عندي بعد كده 8 انشاء منظمه اليونسكو. ليه؟ هي منظمه مختصه بالتربيه والعلوم والثقافه، وتقوم بالحفاظ على المواقع الخاصه بالثقافه والتربيه والعلوم في مختلف انحاء العالم، زي ما قامت بدورها في مصر في اعاده احياء مكتبه الاسكندريه ومعابد ابو سمبل. انشاء منظمه اليونيسف
للحفاظ على حقوق الطفل وإصدار الدستور الخاص بحقوق الطفل. إنشاء مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة. ليه؟ لمساعدة الدول المتحررة من الاستعمار والأخذ بيدها نحو الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي. إنشاء منظمة الأغذية والزراعة الفاو لسكان العالم، لأنها بتحارب الجوع على مستوى العالم وتهتم بزيادة الإنتاج الزراعي. دلل تاريخيا يعني اثبت تاريخيا. لم يكن محمد علي جادا في تطوير الحياة النيابية، لأن محمد علي أنشأ مجالس سورية لا سلطة لها زي مجلس المشورة والديوان العالي أو المجلس العالي. شهدت مصر بعد ثورة 19 وحتى 52 نهضة نسائية في مختلف المجالات. طبعا عندي مشاركة المرأة في ثورة 19. رقم 2، تولت هدى شعراوي رئاسة اللجنة التنفيذية أو اللجنة المركزية للوفد للسيدات، لجنة الوفد المركزية للسيدات، ومشاركة المرأة في الجامعة المصرية. ولو ضمنا معاها ثورة 52 كمان هقول مشاركة المرأة وحق الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة، وتولي المرأة المناصب الوزارية زي حكمة أبو زيد. بيقول لي شهدت الفترة من 71 ل 81 ارتفاع مكانة المرأة. دي حقيقة. فشاركت المرأة في المناصب الوزارية مثل الدكتورة عائشة راتب وزارة الشؤون الاجتماعية، وكمان الدكتورة أمال عثمان اللي تولت منصب رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب. تميزت الفترة من 81 وحتى الآن بتغيرات جوهرية ملموسة للمرأة، فشاركت المرأة في المجالات المختلفة، وتم كمان إنشاء المجلس القومي للمرأة. لمنظمات المجتمع المدني أنشطة عديدة داخل المجتمع المصري. الدليل على كده تقوم بتوعية الشعب تجاه العديد من الحقوق والواجبات، زي فكرة الأفكار السياسية، الحق في الانتخاب والترشيح، بجانب كمان محاربة الإرهاب وحظر استخدام الألغام الأرضية. لمصر دور بارز في منظمة الاتحاد الأفريقي، حيث مصر شاركت في أول قمة إفريقية واستضافتها على أرضها، بجانب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي 3 مرات آخرهم سنة 2019. تتبنى مصر استراتيجية جديدة نحو القارة الأفريقية، حيث تولت مصر الرئاسة للمرة الثالثة في 2019 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بدعم الروابط الأفريقية وتعزيز العمل المصري الإفريقي المشترك. تعد مصر دورا فعال أو عضو فعال في منظمة الأمم المتحدة، لأن مصر بتشارك في فعاليات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك جنود مصريين بيشاركوا في بعثات حفظ السلام أو في قوات حفظ السلام. قامت منظمة اليونسكو بدور ثقافي مهم في مصر، حيث قامت بإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية وإنقاذ معبدي أبو سمبل من الغرق. هل محكمة العدل الدولية دور مهم كأحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة، لأنها تفصل في القضايا بين الدول المختلفة، كما فصلت في قضية عودة طابة للسيادة المصرية. السؤال بعد كده، قارن بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة من حيث الأهداف. أهداف جامعة الدول العربية أهداف إقليمية، اللي هو تعزيز العمل العربي المشترك، زيادة التعاون بين الدول العربية. أما الأمم المتحدة هو هدف عام، اللي هو تعزيز العمل ما بين دول العالم، حل النزاعات بين دول العالم، وكمان تعزيز الروابط وتقوية الروابط بين دول العالم. منظمة التربية والعلوم والثقافة اللي هي اليونسكو، والصحة العالمية من حيث الأهداف. هدف اليونسكو الحفاظ على التربية والعلوم والثقافة وإعادة إحياء المناطق الأثرية والحفاظ عليها، بينما الصحة العالمية تحافظ على الصحة في العالم، محاربة الأمراض المختلفة، وارتفاع المستوى الصحي يعني العمري لدول العالم المختلفة. بكده يا شباب نبقى خلصنا جميع الأسئلة المقالية اللي موجودة على المنهج بالكامل، فما فيش سؤال مقالي هيجي لك في الامتحان خارج عن الأسئلة اللي حليناها دي. فرجاء ثم رجاء ثم رجاء تبقى واكل كويس، نايم كويس، تفتح الفيديو، ما تخرجش من الفيديو الا وانت سامعني دلوقتي وانا بقفل معاك الفيديو. وزي ما اتفقنا ده مش اول ولا اخر فيديو، انا نزلت لك قبل كده فيديو شرح المنهج بالكامل، نزلت لك كمان فيديو حل الخرائط، نزلت لك كمان فيديو حل اهم المحافظات بتاعت السنه اللي فاتت كلها، ودلوقتي كل الاسئله المقاليه، ولسه عندنا فيديوهات تاني، يعني لسه في المراجعه النهائيه، ولسه في فيديوهات تاني كتير هتنزل الفتره الجايه دي، عشان احنا في فتره امتحانات، فكل كلمه بتتقال الفتره دي مهمه. فرجاء اخير لازم تتفرج كويس وتذاكر كويس. ساعدنا طبعا باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان خاطر انت تستفاد وغيرك كمان يستفاد، وربنا يجازينا على اللي احنا بنعمله ويكرمك كمان ويجازيك على مذاكرتك واجتهادك اللي انت بتجتهده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد
مع البارون التقفيل مضمون. سلام.